السلام عليكم يا شباب، بسم الله كده. النهارده في سيشن 4 في سيشنز انوفاتكس. زي ما انتم عارفين احنا السيشن بتاعت النهارده سيشن مهم جدا. معانا الباشمهندسة علياء. اولا بس عايز اقول لكم ان السيشن دي فعلا من اهم السيشنز اللي انا منتظرها بقالي فتره. السيشن فعلا اللي هيسمعها كفريش جراد او كستودنت هتفرق معاه جدا. انا بس حابب في الاول كده طبعا للناس الجديده اعرف نفسي تاني. انا باشمهندس عبد الرحمن ابراهيم، ميكانيكال ديزاينر. بقالي 3 سنين في مجال الميكانيكال ديزاين، وسي اف دي انجينير، وهيد اند فاوندر اوف انوفاتكس. وزي ما قلت لكم النهارده السيشن الرابعه ومعانا باشمهندس علياء. اتفضل يا باشمهندس. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. آه انا سعيده ان انا معاك النهارده في السيشن. وان شاء الله تكون سيشن مفيده وتفيد الناس معانا. هبدا introduction. انا graduated 2019 جامعه المنصوره. القسم بتاعي كان production وميكانيكال ديزاين. اشتغلت اول ما اتخرجت، كنت سنه ونص technical office engineer. وبعدين كنت product design engineer في شركه بعدها 3 سنين. وفي خلال ال3 سنين كنت ما بين ال R&D والديزاين. ال R&D طبعا شامل حاجات كتير. اه. وكملت في مجال ال R&D دلوقتي بقالي 8 شهور تقريبا، 6 شهور 8 شهور. في الشركة التالتة اللي أنا فيها دلوقتي. آه، بداية الشغل الميكانيكال ديزاين في الأساس كان ممكن من تاني شركة ليا. الشركة كانت في مجال البلاستيك اندستري. هي تقريبا أول شركة دخلت البي في سي مصر، من أكبر شركات البلاستيك في مصر. كانت بتصنع أي حاجة بلاستيك، بس هم حاليا متخصصين في مجال المواسير والوصلات. في الووتر اندستري، الكوميونيكيشن، الجاز اند اويل اندستري. وحاليا في شركة ليها علاقة بالمنتجات الكهربائية 3D. بس ار&دي. جميل ده جدا يا كان باشمهندسة. introduction بسيط. جميل جدا يا باشمهندس، ما شاء الله والله يعني اكسبيرينس جميله والله. آه، يعني ممكن نبتدي كده في اول طبعا، يعني نبتدي بس كده هنقسم السيشن بتاعتنا لكذا بارت. هيبقى البارت في الاول عن الميكانيكال ديزاين، بعد كده البارت اللي الشباب اغلبيه الشباب كانت بتسال عليه، بارت البي ام بي. تمام. بس عشان كده نبتدي اول بارت معانا بارت عن الميكانيكال ديزاين. عايز اعرف رايك يا باشمهندسه، يعني ما شاء الله انت خدتي اكسبيرينس جميله وما شاء الله عديتي على شركات كبيره. رايك ايه اولا في مجال الميكانيكال ديزاين؟ هل هو مجال فعلا، يعني كتير من الشباب الصغير يقول لك لا هو مجال معلش مش موجود في مصر مش شغال، يعني راي حضرتك ايه في الاول مبدئيا كده في المجال ده اصلا؟ هل هو مجال ضعيف مجال قوي؟ راي حضرتك بص، فيه أنا ايه؟ هكلمك من وجهة نظر، من وجهتين النظر. مم. اول وجهة نظر، انت كستودنت بتبقى لسه في الكلية، لسه متلخبط، طب اخش قسم ايه؟ دخلت قسم بالصدفة، سواء حاجة انت كنت مفكر فيها او حد قالها لك او التنسيق جابها لك. فبتفضل اول سنتين كده في القسم انت متلخبط، طب القرار ده صح القرار ده غلط. بتسمع كلام من هنا كلام من هنا، لا مثلا قسم ميكانيكا اعلى قسم، لا قسم كهرباء اعلى، لا انتوا الاتنين في جنب، خد مدني شوية، فبتلاقي حصل. لخبطة. كستودنت فعلا بيبقى الموضوع محير شوية، وبتقعد فترة طويلة عبال ما بترسى كده وتشوف هل القرار اللي انت خدته ده ان شاء الله كان فيه خير ليك ولا حاجة. بس هو ان شاء الله يعني ربنا ما بيكتبش حاجة وحشة لحد، يعني الحمد لله. مجال الميكانيكال، هل هو مجال كويس ولا مش كويس؟ هو الموضوع نسبي بحت. آم، بالنسبة لكل شخص. محدش عارف برضو الطريق اللي هيمشي فيه، ممكن بيتفتح لك فيه حاجات سكك كتيرة جدا. انا من وجهة نظري اللي انا مش بفضل ان حد يقول ان هو ده المجال التوب، ان مثلا ان الفترة دي مجال التك هو التوب فخلاص كلنا نخش تك. يعني الموضوع فعلا نسبي بحت بالنسبة لكل شخص. لو هنتكلم في جزء الميكانيكا بس، فالميكانيكا نفسها جواها بحر، حرفيا بحر. انت شغال باور ولا برودكشن ولا ديزاين؟ طب جوه ما بين الديزاين والبرودكشن في مسميات كتيرة جدا جدا جدا، ووظائف كتيرة. انت كفريش جراد او كستودنت مش بتبقى واضحة لك الصورة. نفس الفكرة التعريف بالنسبة المسمى الوظيفي. ممكن الجوب ديسكريبشن بتاع كل شركة يختلف، مع ان نفس المسمى الوظيفي في نفس الشركة ألف ب ج. كل شركة عندها مثلا برودكت ديزاين انجينير،
بس البرودكت ديزاين انجينير او الميكانيكال ديزاين انجينير بيعملوا ايه جوه الشركة دي. دي حاجة مختلفة تماما عن الشركة دي، عن الشركة دي، عن الشركة دي. فعشان كده بقول لك الموضوع يعني بالنسبة للميكانيكا فعلا متوسع جدا. الشكل ده مش بيبقى واضح قوي للستودنت. الستودنت مثلا بيبقى محصور شوية في جزء المواد النظري اللي بياخدها. مش بيبقى فاهم قوي المواد النظري دي، طب انا هطبقها ازاي، طب هي هتفيدني بايه لما بتخرج. فدي بتبقى تركية شوية كده، ناس كتير بتقع فيها او بتقع فيها مثلا في اول سنة لما بيتخرج لحد ما بيبتدي يتعرف يمشي في انهي سكة. اعتقد كمان يا باشمهندسه في مشكله ان اغلبيه الشباب، يعني نقول اغلبيه الستودنتس مثلا بيتقسموا لجزئين. جزء مش مقتنع ان الدراسه الجامعيه مهمه خالص، شايف انها ملهاش اي لازمه. وجزء تاني مقتنع ان ببرامج الكاد هو كده شايف سوق العمل كويس. يعني دي مشكله برضه. هل الدراسة الجامعية مهمة ولا لأ؟ يعني زي ما اتفقنا هو الموضوع نسبي برضو على حسب المجال اللي انت هتشتغل فيه بعد كده. بس من وجهة نظر شخصية، أنا دايما كنت بقول إن مفيش مشكلة إن احنا نعرف حاجة عن كل حاجة لحد ما تلاقي الحاجة اللي تعرف عنها كل حاجة. ف... فأنت مفيش مشكلة أبدا لما تبتدي تشوف المجالات المعرفية اللي انت بتدرسها في الجامعة. على الأقل لو احتجتها في المستقبل هتبقى عارف هترجع تدور فين، أو عارف سمعت جملة أو تبقى عارف إن دي تبع مجال إيه. لكن فكرة إن المادة بتكون نظري بحت ومش مفيدة، طب أنا أصلا هستخدم كمية الاستاتستيك دي في إيه، أو كمية المعدلات دي في إيه. لا، هو بتستخدمها وبيطلع منها حاجات مهمة جدا، بس في مجال أنت ممكن تتعرض اللي أنت تكون فيه بالصدفة بحتة. ممكن اللي أنت تكون بتحب المجال ده وتدوس فيه من الأول، يعني تكمل مثلا حاجات دراسات عليا، دراسة في الجامعة، فهتستخدمه. تمام. حلو جدا. فهي زي ما اتفقنا الموضوع يعني ما ينفعش اللي انت تقول لا هي مش مهمة، وما ينفعش تقول لا ده هي المهمة، وان اللي انت تجيب مثلا امتياز ال4 سنين يا اما خلاص انت مالكش مستقبل ومالكش وظيفة تشتغلها. لا، ده مش صح برضه. يعني نقدر نقول المذاكره بسيطه مثلا، لو هيقدروا الشباب مثلا يعني تعرف المذاكره مش مثلا يجيب تقدير بس يفهم المحتوى العلمي افضل. فهم المحتوى ولا لازم تقدير؟ بص، خلينا واقعيين. يعني انا في دكتور قال لنا جمله كده في اعدادي انا فاكراها كويس قوي. انت لو دخلت الكليه وانت بتقول انا هجيب امتياز، اعمل حسابك ان انت هجيب جيد جدا. لو دخلت وانت بتقول انا هجيب جيد جدا، اعمل حسابك ان انت هجيب جيد. لو دخلت وانت بتقول انا هذاكر بس ويا نص وهنجح. مذاكره ونص لعب وكده، ربنا يستر عليك بقى. دايما دي كان يعني الدكتور، ربنا يبارك له يا رب، وقالها لنا في اعدادي وانا فاكراها كويس يعني. باي ذا واي انا يعني ما كنتش امتياز 4 سنين خالص خالص. بس يعني هل لو رجع بيا الزمن ههتم اكتر بالمجالات الدراسة ولا لا؟ يعني مش عارفة. في مجالات كان ممكن اهتم بيها اكتر، وفي مجالات لا فعلا. يعني انا كان شغفي فيها كان مش سكتي، ففعلا ما اديتش فيها effort قوي. بس هل كنت اهتم ان انا اعرف فيها شوية زيادة علشان هتنفعني بعد كده ولا لا؟ ممكن كنت اديلها ايفورت شوية زيادة فعلا. تمام. برضه دي نقطة كويسة جدا عشان الشباب اللي مقتنع ان هو لا خلاص واخد القرار، يعني هو لسه داخل اعدادي اصلا ما يعرفش الدنيا فيها ايه. لا انا خلاص مش هعرف، مش هذاكر للكلية، المذاكرة دي ملهاش لازمة، يقوم جاي يبدأ بقى يشوف اي حاجة تانية. فبرضه دي نقطة كورسز كويسة اونلاين جدا يعني. يعني. اه. لا، هي فعلا انا دي حاجة يعني اتلاحظت في اخر سنتين حوالينا كتير، واتلاحظت في الفريش جرادز اللي بدأوا يجوا الشركات حوالينا. ان دي فكرة شائعة عند الناس، ان لا مش مهم، او مش مهم المذاكرة دي حاجة مش مهمة. اكيد اللي انا اهتم بحياتي اكتر، استفيد بيها، اعمل مشروع كده. لا، دي فكرة مش صح. المذاكرة حتى لو المحتوى العلمي بالنسبة لك مش انترستد، بس الالتزام اللي انت بتعمله على نفسك، ازاي اللي انت مش عارف تسيطر على نفسك وتعمل لنفسك جدول بتمشي عليه، وجدول مذاكرة او جدول نفسي اصلا اللي انت تقدر تعدي السنة دي بتقديرات معقولة. مش هقولك امتيازات كلها، بس بتقديرات معقولة. أظن لو أنت ما قدرتش تلتزم بالحاجة دي في المرحلة العمرية دي، فممكن هتقابل مشاكل أو تحديات أكتر شوية في مراحل قدام. تمام. حلو جدا. ممكن نخش كمان على جزئية، طبعا احنا بنتكلم عن الدراسة، ايه المواد اللي حضرتك شايفاها انها ممكن ساعدت الواحد او ممكن تساعده لما يتخرج انه يشتغل ميكانيكال ديزاين؟ ايه المواد اللي والله لو حد اشتغل عليها وعايز يشتغل ميكانيكال ديزاينر خلاص
هو شايف لا انا محتاج اركز على الماده دي؟ بص، هو السؤال ده تريكي جدا جدا. لان زي ما قلنا في مجالات كتير، وعلى حسب الدراسة بتاعت يعني، او على حسب المجال بتاع كل شركة هيأثر على دراستك فيه. مم. وباي ذا واي، ما اظنش ان كل اقسام مثلا ميكانيكا هندسة بتاخد نفس المواد بالظبط. هو ممكن يكون المحتوى العلمي 80% اه متشابه، اه، بس في حاجات دي حقيقة. معينة مختلفة. مم. بس لو هتكلم على المواد اللي انا درستها وقابلتها بعد كده في الشغل، ممكن مثلا مادة أنا ما كنتش متخيلة الكم الهائل من الاستفادة منها. يعني مادة مثلا زي مادة القياسات، ده في إنتاج. مم. القياسات هي اللي بتعرفك التوليرنس بتاعت كل حاجة، الاهتمام بيها. فدي كانت من المواد بصراحة اللي أنا كنت، يعني أنا الحمد لله كان تقديري فيها كويس، بس كنت أحب إن أنا أهتم بيها يعني معرفيا أكتر من إن أنا مجرد مذاكرة. انا لأن احب اكد على المعلومه دي يا باشمهندس، لان انا كذلك برضه يعني. انا باور، اه يعني انا ميكانيكا باور، بس فعلا من المواد يعني اتفق مع حضرتك جدا 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 يعني. لو من المواد هنتكلم في ميكانيكا باور مثلا، المواد اللي قابلتها الفلويد. اللي يعني هو يعني عارف، اللي هو انت ميكانيكال ديزاينر، بس زي ما اتفقنا ان وقت الشغل انت ممكن تتعرض لحاجات تانية. يعني انت مثلا وقت مهما الشغل انت كان. مهندس انت يعني. بالظبط. بالظبط، انت مم. مش هتقول لا انا في المكتب فوق وخلصوا انتوا تركيب المكنة واندهولي، ما فيش الكلام ده. بالظبط. فالفلويد طبعا حاجاتها مهمة جدا. حلو جدا.